الغرفة اليوم كتنظم الدورة 16 من العرس التقليدي المغربي. هو كذلك مناسبة وكنعتبره في نفس الوقت ملتقى ديال الصناع التقليديين من جميع نواحي المملكة. كل واحد تيجيب المنتوجات اللي كتنتمي اللي كتميز بها المدينة ديالو. وهانتم كتشوفوا الحضور الكبير ديال المواطنين اللي كيجيو تيحجوا هنا لهذا المعرض باش يتغداو باش سميتو. وهذا كنعتبروه هو في نفس الوقت تنعاونوا به الصانع التقليدي باش يسوق المنتوج ديالو، وبالتالي باش يزيد يطلع من المنتوج ديالو ويطلع في براعه ديال الانتاج ديالو. شكرا. تنقيف ليالي. حنا كنتواجدوا بمدينه تماره، وهذا العام ان شاء الله شاركنا بلبسه تقليديه. السلام عليكم، معكم مدام ليزيا، سوسيتي ليزيا مول ليزيا، المنتوجات المجاليه لباك الحمام اللي كتميز بمسائد الباك الحمام كما كتشوفوا قدامكم. وجيت اول مره كنشارك هنا في المعرض ديال الرباط. ديجا شاركت مع الغرفه في الشمال اول مره، تحت لي هذه الفرصه، كنشكرهم على هذه الاستضافه هذه الجميله. بالنسبه لهذه المشاركه ديالي صراحه عجبتني، كنكتشفوا فيها بزاف الحاجات، العلاقه طيبه، كنعرضوا المنتوج ديالنا، كنخليو الناس عاوتاني حتى هما باش يتعرفوا عن قرب على الثقافات ديال كل مدينه وكل منتوج على كل وحده وشنو باش كتميز. كنتبادلوا الافكار ونتبادلوا. صراحه انا عندي هذه التجربه زوينه، وفي هذا رمضان المبارك سعيد. كنتمنى كل واحد الله يا ربي يجيب له تيسير، وان شاء الله نتلاقاو في شي فرصه زوينه. وكنشكركم بزاف على هذه الاستضافه هذه جميله، وعلى هذه الكلمه الطيبه في حقكم في حق الجميع، وعلى الزياره اللي عايجينا الرئيس الوزير. مرحبا بك، يشرف لهذا المعرض هذا باش ان شاء الله يشوف عن القرب، ونتمنى ان شاء الله يا ربي هادشي كامل يروقكم. وشكرا لكم مره اخرى. ميسات زموريه، وتنخدموا هادشي ديال الشلوح، هادشي ديالنا حنايا من الصغر ديالنا، منين عندي 12 عام وانا خدامه في هادشي، وخدمت هادشي في الصغر ديالي. وعاود فاش كبرت عاود درت الخياطه، تندير دابا الخياطه والطرز الرباطي، وهادشي ديال زمور، وهادشي ديال الحنابل، وهادشي ديال الزرابي. المهم اي صنعه تنخدموها الحمد لله. هذا حنبل، هذا حنبل ديال الرقم. نديروا فيه ديال الوقت الرقم الا كنا جوج عيالات حنايا تنديروا فيه ديك شهر هكاك، تندوزوا فيه شهر هكاك ان شاء الله. وهذاك اللي وراك هذه حنديره، هذه رقيقه شويه، هذه تتشد الوقت مع التنبات ديال العقيق. هذه حنديره عاوتاني، هذه غير بالخيط ماشي بالصوف، تنخدموا بالخيط. هذه هي ديال الصوف، ها هي ديال الصوف، وتنديروا فيها الرقم. كتخدموا غير تنخدموا اي من دماغنا، واي حاجه واخا نشوفها في الكاغيط نهزها نديرها، وتنديرها حتى في الماكينه ديال الطرز ديال الرباطي. والحمد لله. هذا كتخدموا بالماكينه ولا لا باليد؟ كلشي باليد. هذا باليد، تنبات ان هذا كلشي هذا الشيء باليد، هذا الشيء كلشي هنايا باليد، ما كاينش الماكينه لا. وهذا المعرض فرصه لنا باش كنبينوا المنتوجات ديالنا ديال التعاونيه، ومن كنبيعوا والزوار كيتسناونا فوقاش نجيو لهذا المعرض، بحيث مولفين كل رمضان الحمد لله كنعرضوا المنتوجات ديالنا هنايا. وهذا المعرض كيحفزنا باش نخدموا ونزيدوا لقدام، ونخدموا معنا الشباب، ونزيدوا الجوج ديالنا في الدوله ديال في الهند، عاصمه نيو ديلي. شاركنا في السنغال،
شاركنا في نيجيريا، وشاركنا في كينيا، والحمد لله هاد المعارض كيزيدوا بينا لقدام. الشاره ديال الجوده والبلغه عندنا كلها جلد كاليتي بروميان، والبطانه ديال الغنمي كتشرب العرق حتى هي بروميان، والجوده كاينه والاثمنه مناسبه. خصنا الاشهار ضروري باش كيفتحوا المجال، الناس كتعرف فين تمشي وفين تجي وفين واش فهمتيني. وهاد الصناعه التقليديه تقريبا راه انقرضت، مابقاش الناس كيتعلموها نهائيا. دابا هذا الجيل اللي كاين دابا هو اللي كاين معلم، واحد 10 سنين ولا هذا تبقى تنقرض شويه بشويه. واش فهمتي يا اخوان؟ وكنطلبوا الله المسؤولين والصناعه التقليديه وهاد الوزاره ديال الصناعه التقليديه والمسؤولين يديروا لنا شويه الاشهار ويعطيونا فرص ويشجعونا ويعطيونا فرص. وهذا النحاس عندنا هي كيطلع يعاونونا شويه، يشوفوا لنا الحل باش الصناعه التقليدي يخدم. دابا حنا عندنا ازمه ديال التجاره، الغلاء ديال الاسعار والبياسه. الناس كتجي تشري براد ولا تشري سينيه كتجيها غاليه، حيت المواد الاوليه عندنا غاليه، ما بقاش الناس كتلحق البراد، كيلحقوه شي ناس قلال. ولكن حنا باش ننتجوا بزاف باش نخرجوا هذيك السلعه كلها ما عندناش فين نخرجوها. شوفوا لنا اسواق، يشوفوا لنا مسائل اللي فين غنكبوا هذه السلعه هذه. وحنا ما باستعداد علينا يخدموا شباب ويخدموا ناس. راه الناس عرفتي شحال ديال المعامل عندنا تما، وشحال الناس خدامين، شحال بالقطاع، شحال الناس وبوليداتهم، الالاف ديال الناس. ولا وقفت هذه الصناعه هذوك الناس فين غيمشيو؟ كل عام في اي زعما في محلات بزاف باش الدراري كنفرحوا بهم، الدراري الصغار كنحنيو لهم، كنديروا لهم عرايس، كنستافدوا منه، كنستافدوا من الحوايج كنشريوهم، كنفرحوا بوليداتنا. يعني هذا هو السبب ديال هاد المعارض اللي كيديروا كيعجبونا. معكم ساره من دار المامون، تنقي في دار المامون في تماره. حنايا تنقوموا بتزيين العرائس. المشاركه ديالي معاهم في الغرفه الصناعه التقليديه في المعرض. دونك هذا المعرض ما شاء الله تيكون حافل بالناس اللي عندهم اللباس التقليدي، تزيين العرائس، الحرف التقليديه، كل ما يخص الصانع المغربي، يعني كالفخار، العود، الناس اللي كتقوم بتزيين العرائس كذلك واللباس التقليدي. تنقدم لكم نفسي بنت شليح سناء. تنفتخر بنفسي بانني مشاركه مع الصنايعيه تبارك الله نتاع المغرب كاملين في مهرجان العروس اللي تيدار كل عام في رمضان، وحصل لي الشرف بان هذا العام ديالي الرابع وانا معكم. نقدر نهضر لكم على الصناعه ديال المدينه ديالي، هي مدينه سيدي قاسم الحريفيه اللي معروفين بالصناعه التقليديه بالخدمه على شعره. من نقولوا على شعره يعني على شعره. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا كل جديد.